السلام عليكم. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع مهم جدا وبيشغل ناس كتير، وهو المنصة الإلكترونية الجديدة اللي فتحتها وزارة الإسكان مخصوص علشان المستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم. المنصة دي بتعتبر الحل الرسمي الوحيد اللي من خلاله أي مستأجر إيجار قديم يقدر يسجل نفسه على المنصة وياخد شقة بديلة مناسبة. فتعالوا نشوف النهاردة إيه هي التفاصيل وخطوات التسجيل خطوة بخطوة، وإزاي تسجل على منصة وزارة الإسكان الاجتماعي. في البداية كده نحب نوضح تاني إن المنصة دي تم إطلاقها رسميا من وزارة الإسكان يوم 1/10 سنة 2025. الهدف من هذه المنصة هو إن المستأجرين اللي عقدهم خلص أو اللي ملزمين يسيبوا الشقة طبقا لقانون الإيجار القديم بالتعديلات الجديدة يقدر يقدم على شقة بديلة بدل ما يدخل في دوامة أو ما يكونش ليه بديل وما يعرفش يتصرف إزاي. الحكومة عملت النظام ده كنوع من توفير الحلول لكل واحد علشان يلاقي شقة مناسبة في المدن الجديدة أو الأماكن القريبة منه. نيجي بقى نعرف ازاي تعمل حساب على الموقع، وسريعا كده من غير ما اطول على حضراتكم. اول حاجة بتدخل على المنصة وبتعمل حساب جديد. احنا كلنا ندخل على المنصة ونعمل حساب جديد لان المنصة دي جديدة فما فيش حد ليه حساب عليها من قبل كده. هتعمل ايه بالظبط؟ هتكتب اسمك بالكامل زي اللي مكتوب في البطاقة، وهتكتب الرقم القومي ورقم الموبايل بتاعك وكلمة السر الخاصة بيك، ودي هتكون بتتكتب لأول مرة فحضرتك هتختار رقم سري وتكتبه. بعد كده هيجيلك كود على رقم موبايلك، هتدخل الكود في الموقع علشان الحساب يتفعل. كده يبقى عندك حساب جاهز تدخل بيه وتكمل باقي الخطوات، وخلي بالك كويس جدا من الرقم السري اللي انت كتبته. نيجي للبيانات اللي لازم تسجلها. بعد ما الحساب يتفتح المنصة هتطلب منك شوية بيانات مهمة، زي مثلا الحالة الاجتماعية، حضرتك متجوز ولا لأ، عدد أفراد الأسرة، الدخل الشهري بتاعك قد إيه، مكان السكن الحالي. وكمان لازم ترفع شوية أوراق على الموقع. الأوراق دي مهمة جدا زي صورة البطاقة بتاعتك ونسخة من عقد الإيجار القديم، وكمان إيصال كهرباء أو مية يثبت إن أنت ساكن في المكان ده. وبعد ما بتخلص من ملي كل البيانات بتحدد المنطقة أو المدينة اللي انت حابب تاخد شقة بديلة فيها على قد ما يكون متاح المنصة هتحاول توفر لك. طيب بعد ما بتقدم ايه اللي بيحصل؟ بعد ما حضرتك بتقدم على المنصة وزارة الإسكان بتراجع كل الطلبات، وبعد كده بيتم التخصيص على حسب الأولوية. يعني مثلا الأسر الأولى بالرعاية زي كبار السن أو السيدات المعيلات أو اللي عندهم أمراض، وكمان عدد أفراد الأسرة، وكمان مستوى الدخل. كل دي معايير هيقيسوا عليها التخصيص. وبعد المراجعة هيتحدد لك شقة في أقرب مكان متاح ليك. الخلاصة إن المنصة دي هي الطريق الوحيد حاليا علشان أي مستأجر يضمن حقه في شقة بديلة. مفيش ورق ولا مكاتب، كله إلكتروني. علشان كده أنصح كل المتضررين من قانون الإيجار القديم إنهم يدخلوا فورا لهذه المنصة ويسجلوا بياناتهم قبل ما يفوت الوقت، لأن المنصة دي ليها مدة صلاحية وهي 3 شهور من وقت انطلاقها في يوم 1/10.